ايام قليله بتفصلنا عن شم النسيم، وطبعا اتفاجئنا كلنا بالاعلان الرسمي عن افتتاح جزئي لمعرض زهور الربيع داخل المتحف الزراعي بالدقي. طبعا خلاص الشغل دلوقتي شغال على قدم وساق، الناس مش مبطله شغل حرفيا. هنتمشى كده، احنا فاضل تقريبا بيفصلنا 5 ايام عن افتتاح الجزء اللي هو يوم الاحد، فاحنا قلنا بس كده نيجي ونصور لكم بعض التجهيزات اللي موجوده هنا. التجهيزات كتير، هديكم بس شويه تفاصيل كده في قلب الفيديو. ان شاء الله الافتتاح هيبقى يوم الاحد الجاي، ده افتتاح جزئي قبل شم النسيم بيوم. فاللي حابب ان هو يجي يستمتع بيومه يجي من الساعه 9 الصبح لحد الساعه 9 مساء. عامل بقى شويه احتياطات بقى، لبس رياضي، كوتشي رياضي، لانك هتمشي كتير جدا. اول حاجه هتعملها من الساعه 9 الصبح هتلاقي المتاحف مفتوحه، هي بنفس التيكت ب 20 جنيه. وبعد ما تخلص بقى لحد الساعه 3 المتاحف 8 متاحف قدامك هتدخل جواها. اوعدك انك مش تقدر تخلصهم كلهم، فانت يبقى انت عامل حسابك انك هتيجي اكتر من يوم. المهم هتيجي طبعا الساعه كام؟ هتيجي من 9 الصبح لحد الساعه 3 العصر عشان تدخل ال8 متاحف. بعديها هتبدا بقى من الساعه 3 تبدا تتوجه لمشاهده العظمه اللي قدامك دي. احنا هنا في معرض زهور الربيع اللي موجود هنا داخل المتحف الزراعي. الافتتاح الجزء يوم الاحد الجاي، الافتتاح الرسمي يوم الخميس اللي بعده. فاحنا بنتكلم التجهيزات دلوقتي شغاله. عايز اقول لكم الناس حرفيا خليه نحل شغاله دلوقتي عشان حضراتكم تتفرجوا على معرض هايل واستثنائي من معارض زهور الربيع اللي بتفتح لوزاره الزراعه حريصه على ان هي تعمله. هنتمشى كده ونتفرج كده معاكم على الجمال. طبعا هناك في صبارات يا جماعه برضو، اللي هو معرض ديارنا هيبقى مفتوح هناك. ده كله دلوقتي الوزاره او المتحف الزراعي دلوقتي يعني عايز اقول لكم عامل شغل جامد جدا، وفي انتظار ان شاء الله ان احنا نتفرج عليه بشكل رسمي. طب انت عايز تيجي هتيجي ازاي؟ الموضوع بمنتهى البساطه. الصبح بدري هتركب المترو تنزل محطه الدقي، تتجه ل كانك رايح على وزاره الزراعه، حته صغيره خالص هتلاقي نفسك انت هنا تقريبا 10 دقايق مشي من محطه مترو الدقي هتبقى انت هنا. مش كل المعارض تبقى مفتوحه يوم الحد، هتلاقي في بعض المعارض مفتوحه. الافتتاح الرسمي بقى اللي هي الطاقه الاستيعابيه القصوى هتبقى شغاله ان شاء الله يوم، احنا بنتكلم في يوم ايه؟ هيبقى يوم الخميس اللي بعده خلاص، اللي هو تقريبا هيبقى يوم 19. فاحنا بس حبينا ان احنا نبلغ حضراتكم بحاجه زي كده. طبعا هيبقى مفتوح بقى، احنا بنتكلم في 8 متاحف مفتوحين كلهم احلى من بعض. هسيب لكم لينك بيشرح لكم مكونات ال8 متاحف. هات اولادك هيتبسطوا بانبساط غير طبيعي، هيستمتعوا. كمان هيبقوا في باركنج للسيارات بره، واعتقد لسه برضو مش متاكد هيبقى في باركنج جوه ولا لا، هنسال برضو فيها ديت. كمان الحدائق اللي موجوده دي كلها دي حدائق متحفيه جميله، بيعاد دلوقتي تخطيطها ورسمها مره اخرى بحيث ان هي تبقى شكلها ممتع جدا لحضراتكم. سلام، وانتظروا ان شاء الله هنبقى موجودين على مدار ايام المعرض، هنحاول نرصد لكم كل اللي بيحصل هنا. سلام.